قبل ما نبدا الحلقه تعالى اسالك سؤال. كم مره قلت انا عايز اتعلم انجلش وما عرفتش؟ كم مره قلت انا هبدا بكره بس بكره بتاعك ده ما بيجيش؟ كم مره حاولت انك تتكلم وبرضه ما عرفتش تتكلم؟ هي المشكله عندك ولا المشكله عند بدايه الكورس ولا المشكله فين بالظبط؟ النهارده مش بس حلقه، النهارده مواجهه بينك وبين نفسك، مواجهه معاك ومع اللغه تقدر تفتح لك سكك كتير جدا. ايه السكك دي؟ وعشان كده معانا النهارده ضيف مميز جدا جدا، محاضر انجلش بروفيشنال، عارف هو بيعمل ايه، شاف قدامه امثله من دي كتير، هيقول لنا النهارده الحل ايه ونبدا ازاي. اهلا بحضرتك استاذ محمد رجب، معانا منورنا والله. حبيبي والله ده بنورك. الله يخليك. اخبارك عامل ايه يا دكتور؟ الاول عرفنا بنفسك بس. بص انا محمد رجب، تمام. انا طبعا انجلش انستراكتور وايلتس ترينر. انا بقالي في المجال ده 15 سنه دلوقتي. طبعا اتعاملت مع كل الفئات اللي ليها علاقه بالانجلش، اتعاملت مع الناس اللي عندها مشاكل في الانجلش، اتعاملت مع الناس اللي هي بتخاف ان هي تتعلم انجلش، الناس اللي دايما عندها الانجلش هو عقده، فيجي يقول لي لا انا متعقد من الانجليش، انا مش عارف اتعلمه. طب انا عايز اعرف ايه الخطوات الصح اللي امشي عليها، ايه انواع الكورسز اللي انا المفروض اخدها عشان اتعلم، ازاي اجيب شهاده معتمده، ازاي ان انا محتاج شهاده عشان اسافر. كل ده يعني في الفتره اللي فاتت قدرت ان انا الحمد لله في خلال السنين اللي فاتت اقابله واواجهه، ومش بس اواجهه، اهم حاجه ان انا اوصل لحل يكون applicable او ان انا اقدر اطبقه مع كل انواع الطلبه، وفي نفس الوقت يطلع هو مستفيد لحاجه في حياته، ان هو يقدر يتعامل في ده مش مجرد في المجال اللي ليه علاقه بالشغل او السفر، لا تبقى حاجه موجوده كلايف ستايل. والحمد لله قدرنا احنا نشتغل على النقطه دي ونحلها الحمد لله مع كل انواع الطلبه. طب دلوقتي معظم الناس عندها تخوف من حته ان انا ابدا. بص هي النقطه اللي الناس بتخاف منها هو انا هبدا ازاي بالظبط. تمام. طب انا والله كنت في المدرسه كويس وكنت بحفظ كلمات وكنت كويس ودخلت الامتحانات وحليت، بس بعد ما خلصت مثلا ثانوي ودخلت كليه وما اتعاملتش بالانجلش، يقول لك انا حاسس ان انا رجعت بقيت زيرو خلاص، انا الانجلش عندي ضاع، الانجلش عندي ما بقاش موجود. فيقول لي طب انا هبدا ازاي؟ طبعا هو تخوف، طبعا حقك ان انا مثلا بخش على خطوه جديده حتى لو انا عندي بيها نوليدج، حتى لو انا عارف انا عايز اعمل ايه، طبعا هحس ان انا متخوف. هنا النقطه اللي احنا بنشتغل عليها، ازاي ان انا اعرفك مكانك فين. ناس كتير يقول لي انا عايز ابدا على طول، ناس يجي يقول لي لا انا عايز اتكلم انجلش، ناس يجي يقول لي بص انا قدامي شهر شهرين وتخليني بيرفكت. طبعا الكلام ده كله يعني مش هنقول ان هي حاجه تقدر ان احنا نطبقها، فاحنا عشان نبدا صح انا لازم اعرف انا فين. وهنا ده بيكون اهميه البليسمنت تيست. من غير بليسمنت تيست انا بضحك على نفسي. حلو. انا لازم اعرف ايه هي. خد بالك الناس كلها لما تيجي تبدا فكره الانجليش كورس هو عنده مبدا انا عايز ابدا وخلاص. طب ما هو قبل ما ابدا انا لازم اعرف حاجتين، ايه هي الويكنسز بتاعتي، ايه هي نقاط الضعف عندي قبل نقاط القوه. اكيد. ايه المعلومات اللي هي مش موجوده خالص قبل المعلومه اللي موجوده عندي بالظبط، عشان اعرف اشتغل على الويكنس ده وابتدي ان انا ااهل الشخص ده ان هو يعدي المرحله بتاعت ان انا خلاص انا خايف من الانجليش، انا خايف من اللانجوج. لا تعالى بقى ايه، خد الصح، خد المعلومه، خد اللي يفيدك، خد اللي تقدر تطبقه في حياتك. عشان كده فكره البدء انا دايما معترف بيها ان هي تكون بليسمنت تيست. اول حاجه أكيد. ابلغك ايه نقاط الضعف عندك ويلا نشتغل عليها. حلو جدا. خلاص احنا عرفنا نقاط الضعف تمام. اللي عند الطالب اللي هيجي يبدا الانجليش. اوكي. وهنبدا نشتغل عليه واحده واحده. حلو. ايه الحد الادنى او الحد الاقصى اللي ممكن اقعد بيه مع واحد اخليه فلوينت ان انجلش؟ طب بص، عشان ده برضو سؤال الناس كلها بتساله. بالظبط. انا جاي اخد كورس فهقعد قد ايه؟ هو هنا في تو فاكتورز او عاملين احنا بنشتغل عليهم. العامل الاولاني هو طبعا عامل الوقت بيبقى فارق مع الناس كلها، بس هل الوقت دوت بيكون مبني على ايه؟ هل مبني انا عليا كتيتشر؟ لا طبعا. لان الناس كلها دايما فاكره ان انا هاجي اخد كورس فانا اي هاف ا ماجيشن، انا قاعد مع راجل ساحر هيمسك كده العصايه ويقول لي هابركادابرا ودن انا بقيت اتكلم انجلش. لا طبعا الكلام ده مش موجود. الفكره ان دايما بتكون تعلم اللغه او تعلم اي لغه على فكره مش الانجليش بس بيحتاج جزئين.
الانستراكتور او التيتشر اللي بيدي الجايد لاينز وبيديك الخطوط اللي تمشي عليها، وانت الشغل بتاعك. لان من غير شغلك انت ما استفدتش حاجه. اكيد طبعا. تمام. فهنا لما حد بيقول لي والله انا هاخد مده قد ايه، اول نقطه زي ما قلنا الستيب الاولانيه، الفيرست ستيب، انا بشوف ايه المستوى. حلو. بناء على المستوى ببتدي اشتغل معاك. ماشي. هنا هنرجع لنقطتين. هل انت برايفت ستودنت ولا بابليك ستودنت؟ يعني انت بتاخد الكورس دوت كبرايفت كورس ولا بتاخده في مثلا مع جروب وبابليك كلاس؟ المده هنا بتفرق عن هنا. اكيد. فانا مثلا لو باخده كبرايفت ستودنت ابتدي اشوف الاول انت بتقدر تحصل قد ايه من الممارسه، وبناء عليه بنشوف المده. يعني ممكن نقول ان انت مثلا لو برايفت ستودنت ومثلا مستواك دي نقول مثلا from scratch زيرو، هتحتاج ما لا يقل عن من مثلا من 6 to 9 months. ماشي. اقل حاجه من 6 ل 9، وانت ايه، وانت كده بادئ من زي ما بنقولوا من تحت خالص، من الصفر. تمام. طب بعد ال9 دول اوصل لفين؟ الايه؟ بعد ال9 شهور دول اوصل لفين؟ اقدر اخليك بتتكلم انجلش كويس. ماشي. وتاني هي الفكره في الانجليش مش مجرد ان انا باخد معلومه، ما اصل المعلومه المعلومات موجوده، الممارسه نفسها. انا ممكن اخش دلوقتي افتح يوتيوب، افتح اي تشانل واخد منها الانفورميشن وخلاص انا بقى عندي الانفورميشن، بس فين الايه الابلكيشن، فين التطبيق؟ عشان كده دايما بنقول للناس يا جماعه اهم حاجه لو انت في كورس تطبق. طب هطبق فين؟ هطبق مع التيتشر وهطبق مع نفسي. في طبعا طرق كتير في التطبيق وهنتكلم فيها مع بعض، بس النقطه انا عشان اقدر احدد المده لو انا كبرايفت ستودنت او كبابليك ستودنت، انا لازم اشوف انا فين. هل انا بستفيد؟ هل انا بطلع قدام؟ هل في خطوه انا خدتها ولما خدت الخطوه دي لقيت نفسي فوق او ثابت مكاني، او لا ده انا بنزل؟ ما هو كل ده بيبان من ايه؟ قصدك مختلفه من شخص للتاني. طبعا. ما احنا دايما بنسميها ايه؟ بنسمي دي الانديفيدوال ديفرنسز، ان كل شخص مختلف عن التاني. اكيد طبعا. ظروفه بقى، القدره على الاستيعاب، التركيز بتاعته بعد كده طبعا، واهم حاجه المده اللي انت حاططها للانجلش. هل انت حاطط في خلال يومك يعني بتحط انت او ديديكيت تايم للانجلش ولا لا؟ في ناس كتيره يجي يقول لي انا عايز اخد كورس بس ما عنديش وقت. ما ده ما فيش، هو بيسمع المعلومه وخلاص. بس في واحد يقول لي بص انا مطحون في الشغل طول الاسبوع، ما عنديش غير الوقت اللي باجي اخد فيه الكورس. ما انت برضو ما استفدتش. فين البراكتس؟ انت ما بتعملش حاجه. يعني انت نصيحتك للي هياخد كورس انجلش او حتى هيشوف اي حاجه على اليوتيوب او ايا كان، لازم يسمع المعلومه طبعا ولازم يطبق. اهم سماع حاجه المعلومه بدون تطبيق وتخصيص وقت في اليوم للغه كان لم يكن. اكنك ما عملتش حاجه، انت ضيعت وقت. يبقى انت كده بتروح لو كورس بتروح تدفع فلوس ببلاش. انت لا انت دفعت فلوس في الارض زي ما بيقولوا. انت رايح ايه؟ هي فكره الناس او الفكره اللي هي كانت موجوده عند الناس كتير، يقول لك انا جاي اخد شهاده. افشل فكره في الحياه طبعا، ده في اي حاجه في الدنيا طبعا. انا هقول لك كلمتين، انا اتكلمت في الموضوع ده كتير. انت لو رايح مكان والمكان ده ودي نصيحه، لو انت رايح مكان والمكان قال لك انا هديك شهاده معتمده، سيب المكان وامشي. حاجات وحاجات. لا مش كده. انت بتتكلم عن الانجليش تحديدا؟ بتكلم في الانجليش. اوكي. انا مش بتكلم في اي حاجه. لا مش دعوه بالمحاسبات والكلام. انا بتكلم على اللانجوج. ايوه تمام. انا بتكلم دلوقتي انا جاي مكان فهاخد لغه. حلو. هاجي يقول لي والله يا بص تعالى انا هطلعك من المكان ده بشهاده معتمده. انا بقول لك سيب المكان ده وامشي. مفيش حاجه اسمها شهاده معتمده، لكن في حاجه اسمها شهاده حضور. ماشي اوكي. في حاجه اسمها شهاده اتمام مستوى. هو في الاخر بيروح الانترفيو تمام، وبتعرف تتكلم يا حبيبي. الله ينور عليك. طب في ناس هنا على فكره ده سؤال حلو، في ناس بتيجي تقول لي طب انا عايز شهاده معتمده، اقول لك تمام في، بس دي بتبقى انترناشونال اكزامز. هنا بقى بنخش على فكره التوفل والايلتس والبي تي اي، احنا جايين هنتكلم فيه. هو دي الشهاده اللي تقدر تاخدها، هتعتمد مستواك لاسباب معينه. بالظبط كده، لاسباب معينه. انا شخص عادي مش هروح اخد مثلا ايلتس. طبعا مثلا يعني مش محتاجه. هحتاجه في ايه؟ هدفع فلوس على الارض. بالظبط. النقطه الثانيه، انا رحت مثلا انا دلوقتي في انترفيو، فهو في الانترفيو مش هيقول لي انت معاك شهادات ايه، هو هيتكلم معايا. انت جاي كاتب في السي في بتاعك ان انت خدت كورسز. لا يقول لك اول انتروديوس يور سيلف. انتروديوس يور سيلف، اتكلم يلا سمعني نفسك. تمام. لا والله ده كاتب له في السي في ده انا معايا ادفانسد ليفل، شبح انا فوق.
الانجليزي المتحرك. اجي اتكلم ما بقولش كلمتين على بعض، هيقول لك مع السلامه. فالنقطه دي اللي الناس بتخاف برضو، دي من النقط اللي الناس بتقف كتير تفكر فيها قبل ما تاخد الخطوه. ان انا رايح اخد الكورس، طب هو معتمد ولا مش؟ لا المكان ده مش معتمد، انا مش هستفيد، لا انا مش رايح. لا راح كورس اتعلم، هشوف اعرف اتكلم. الله ينور عليك. ايه الاوت كام اللي طلعت منه من المكان ده؟ هل انا فعلا طلعت واستفدت وقادر ان انا اتكلم وقادر ان انا احاور وقادر ان انا اتحط في conversations مع ناس، احس ان انا فعلا زي ما اقول يعني مثلا عندي ثقتي في نفسي ان انا اتكلم قدام الناس حتى لو بعمل mistakes. هو احنا اكيد عادي it's okay to make mistakes، بس الفكره انت لازم يكون عندك القدره على التحاور بالانجلش. هو ده اللي انت بتدور عليه. انه يقول ايه ايه على انه كلمه بالظبط والله ما فاكر. اللي هي الكونفرسيشن. لا غير الكونفرزيشن. لا مش فاكر. ميستيكس يعني خطا. ميستيكس يعني عادي انك تغلط. عادي انك تغلط. ايوه اغلطوا يا جماعه. المترجم. طب دلوقتي في ناس بيبقى عندها مشكله غريبه جدا. ايه؟ عندهم فوكاب كتير قوي، حلو، وحافظين فوكاب والناس زي الفل، جميل، وجرامر مش وحش شغال، بس ما يعرفش يكون جمله. تمام. هنا بقى حاجه اتكلم معاك في حته الفوكاب. انا ممكن اكون شخص عندي نوليدج بالفوكاب، ماشي، او عندي معلومه بالفوكاب او الكلمات، عندي كلمات، عندي زي ما بيقولوا حصيله كلمات، اللي انا ما بعترفش بالكلمه دي اللي هي حصيله كلمات، ما بعترفش بيها، لان انا ممكن يكون عندي كلمات كتيره بس انا ما بعرفش اطبقها. وعلى فكره حصلت معايا، انا كان معايا ناس بيجوا لي ياخدوا كورسز، تمام، والناس دي ترانسليترز، يعني الناس دي بتترجم، الناس دي بيمسكوا ورقه وقلم تديلهم اي تكست يترجموه. حلو، عندهم فوكاب عالميه. طب اتكلم ما اعرفش. في ناس كده، تمام. ما دي نقطه البراكتس. انا مش بتكلم، انا بص دايما هقول لك ايه، نبعد عن اللغه شويه. تعالى مثلا هقول لك هديك جيتار واقول لك خد كده الجيتار دوت اتعلم عليه، ماشي. هتقعد في الاول تلعب وايديك تخبط وايديك توجعك، بعد فتره ايديك هتمشي، بعد فتره همسكك الجيتار انت مش هتفكر، انت هتلاقي ايديك بتشتغل على طول تلقائي، مش محتاج ان انت تفكر انت هتعمل ايه. نفس الكلام في اي مهاره، اي سكيل. هم عندهم مهاره في الانجليزي من الاربعه اعلى من الثانيه، لان الانجليش هو في الاول وفي الاخر هو سكيل، هو مهاره. انا بتعلم مهاره الكلام، مهاره الاستماع، listening، reading، writing، كل دي حاجات انا بتعلمها. فهرجع اقول لك انا ممكن يكون عندي كلمات كتيره بس انا ما بطبقهاش. طول ما انا ما بطبقش المعلومه اللي عندي، تمام، فده انا مش هوصل لحاجه قدام، انا مش هوصل فعليا لحاجه قدام. سؤال تاني برضو من الاسئله اللي الناس على طول بتسالها، تمام، ايه الفرق بين البريتش والامريكان، بريتش اكسنت والامريكان اكسنت؟ تمام. وفي ناس بتقول لك هو مين اللي احلى، يعني انا اخد بريتش ولا اخد امريكان؟ فاهم قصدي؟ بص هو السؤال ده كده ايه، مثلا كلمه تتنطق بريتش، تمام، في الامريكان مختلف عن البريتش، سهله، تمام. في نقطه برضو من النقط اللي الناس برضو بتسالها لي كتير، هو انا عايز اتكلم زيك. هو الفكره في فكره الاكسنت دي تبقى اخر همك. انت الاول لازم تعرف ان انت تكون فلوينت، وبعد كده تبقى اكيوريت. طب ما تسالني يعني ايه فلوينت ويعني ايه اكيوريت؟ بالظبط، في فرق كبير. ان انا اكون فلوينت، تمام، ان انا شخص بقدر ان انا دلوقتي اتكلم انجلش عادي، ما فيش اي عقوبات بتوقفني، زي ما بتكلم عربي. زي ما بتكلم عربي حتى لو بعمل ميستيكس، تمام. ازاي يعني؟ انا مثلا بتكلم، بطلت ان انا افكر بالعربي عشان دي طبعا مشكله كبيره جدا عند الناس. بطلت افكر بالعربي، دماغي ابتدت ان هي تبدا تعمل جنريتنج للانجلش فوكابولاري والسنتنسز والكلام ده بالعربي في دماغي واترجمها، واقعد اترجمها واخد بالانجلش على طول في دماغي. الله ينور. فاللي هو ايه، تلاقي ناس مثلا هو في الاول تلاقيه انت مثلا تساله سؤال فيقف كده شويه يجمع الجمله، هو بيجمع الجمله بالعربي، وبعد كده بيترجمها، وبعد كده بيقولها. طب ما انت كده اصلا بتويست تايم، انت بتضيع وقت كتير جدا. فهنا انت محتاج الاول تكون فلوينت. يعني ايه؟ يعني انت عندك القدره على الكلام حتى لو انت بتعمل ميستيكس، تمام. حلو. هخش بعديها على المرحله الثانيه ان انا اكون اكيوريت، عندي الاكيورسي بتاعت الانجليش، ان انا بقى خلاص اتعودت على الكلام، ابتدي اظبط الميستيكس بتاعتي، اللي هو خلاص بقى بتكلم بدون اخطاء. الله ينور. هنا انا بتعلم حاجه اسمها proper pronunciation، اللي هو النطق الصح، النطق المناسب، اللي هو ملهوش علاقه بالاكسنت، اللي هو انا بطلع الساوند من بقي صح.
حلو. خلاص انا بتكلم كويس. هنا تقدر تخش على الاكسنت. هنا دي اخر مرحله، وهي على فكره اسهل مرحله، لان انت كل اللي بتعمله بتعمل ميميكينج، بتعرف الرول وبتعمل ميميكينج. يعني ايه؟ انا بعرف ايه هي الرول اللي انا همشي عليها في النطق، وابتدي ان انا اقلد لغايه ما لساني يتعود عليها. فهمتك. ظبطت كده معايا الاكسنت. فدي بتيجي بالممارسه طبعا. بس انا ما اقولش بقى ايه انا رايح اخد كورس وعايز اتعلم امريكان اكسنت. لا، انا مش مع النقطه دي. اتعلم الاول ازاي ان انا اتكلم كويس، وبعد كده بشوف بقى وبعد كده ابتدي اظبط الاكسنت. انه الاحسن والله دي بترجع للشخص. في ناس بيعشقوا حاجه اسمها بريتش اكسنت، يقول لك دي خليه فخمه كده، تفهمني. وفي واحد يقول لي لا انا بحب الامريكان اكسنت عشان بشوفها في الافلام والاغاني والمسلسلات وعجباني طريقه الاكسنت شويه. في ناس تانية يجوا يتريقوا على الامريكان اكسنت، يقول لك ايه ده يا عم دي. طب ادينا مثال كده يعني مثلا حاجه جمله. انا مثلا عندي هقول لك كلمه. قول لي جمله بالعربي وبعد كده قولها لي. لا خلينا كلام، ناخد كلمه ماشي. عشان برضو يبقى ايه الموضوع واضح اكتر. ماشي. انا مثلا عندي كلمه زي كلمه ايه؟ ميه. ماشي. لو عايز انطقها proper pronunciation او نطق مظبوط اللي هو الطبيعي اللي هو بتاع الديكشنري بتاع القاموس، هنطقها ايه؟ water. هنطقها water. دي كده النطق اللي انا لو فتحت القاموس هسمعها تمام. ماشي. طب انا هروح للامريكان اكسنت، هيقول لك water. ماشي. نطقها water. تمام. ودي ليها رولز. طبعا الرولز دي عشان نعرفها محتاجين ان انا اكون كويس في الانجليش عشان ابقى فاهم وبنطق نطق كويس. وبعد كده ابتدي ان انا اخد بقى ايه الرول دي وابتدي اطبقها واشتغل مع نفسي. وليها طبعا ايه طرق ممكن نتكلم فيها. هنيجي للبريتش اكسنت. البريتش بيبل بيقولوا عليها ايه؟ عندهم نطقين. في ناس يقولوا عليها ووتر وناس يقولوا عليها وقا. طبعا انت هتسمع دي هتضحك. يقول لك I need a bottle of water. ده بريتش. a bottle اللي هي bottle a bottle of water او a bottle of water. ده كده بريتش. طب الامريكان بيقول لك I need a bottle of water. a bottle of water. تمام. طب البروبر برونسيشن الطبيعي اللي انا المفروض اتعلمه I need a بره خالص اقول I need a bottle of water او I need a bottle of water. فهمت. تمام. انا طلعت النطق المظبوط، النطق اللي الناس لو قلته هيفهموه ايا كان هو مين. بس خلاص. تمام. بعيد عن الاكسنت. تمام. فالنقطه اللي انا بتكلم فيها فكره انت رايح فين؟ انت رايح تعمل ايه؟ هو انت جاي تتعلم عشان تشو اوف وانا جاي اخد اللغه عشان اتنطط بيها على الناس، ولا انا باخد اللغه عشان اتعلم حاجه لحياتي تفيدني قدام؟ وبعد كده يا عم اوكي تعالى بقى يعني تعالى نقول ان دي ايه؟ اكسسوارز. هنقول ان الاكسنت دي زي الاكسسوارز. مش ده الاساس. البس الاول وبعد كده الله ينور عليك وزود بعد كده. تمام. انت راجل بتتكلم انجليش كويس، الجرامر بتاعك مظبوط، عشان دي نقطه انا ببقى ضد ناس كتيره اللي يجي يقول لي اصل انا في ناس قالوا لي انا مش لازم اتعلم جرامر. لا طبعا مش حاجه اسمها كده. هتبني الجمله ازاي؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا لازم يكون الجرامر بتاعي مظبوط، بس ننسى التراديشنال واي شويه اللي هي التقليديه دي اللي انا اخد الجرامر واقعد احل عليه. لا انا عادي اتعلمه، بس اتعلمه بشكل براكتيكال. انا عايز اكون جمله، فعشان اكون الجمله دي انا محتاج هنا نقطه معينه. الله ينور. فهقول لك النقطه دي وابتدي ان انا اطبقها. بس انا مش همسك لك كتاب الجرامر ونقعد نتكلم في الجرامر ونقعد نمسك كده ونقعد نحل ويلا حل لي الاكسرسايز ده. لا افهم الجرامر. الجرامر مشكلتنا ان احنا بنحفظه مش بنفهمه. انا لو فاهم جرامر، فاهم تنسز، فاهم ستراكشر، هتكلم هلاقي نفسي بتكلم وانا مش محتاج. انا فاهم انا السيتويشن ده هتقال فيه كذا هقول كذا، السيتويشن ده هي دي النقطه. فاتعلم الاول صح وبعد كده اخد الاكسسوري. زي اللي هو ايه، انا لبست زي ما انت بتقول لبست حاجه كويسه، عايز البس ساعه خلاص بقى دي مش هلبس الساعه وانا بلبوس بس مثلا. هي دي النقطه. طيب الشهادات احنا خلاص عرفنا. انا دلوقتي واحد ابتديت عرفت هبدا ازاي، ههتم الاول بان انا اعرف اتكلم كده، بشوف موضوع الاكسنت بتاعي ده. انا بقيت حلو في كل حاجه. جميل. عايز اسافر، عايز اخد ماستر، عايز محتاج شهاده دوليه. الله ينور. قول لنا ايه هي الشهادات الدوليه وايه الاختلافات ما بينهم وازاي احصل عليها اصلا. اوكي. طبعا انا الراجل دلوقتي رحت خدت كورس في مكان او حتى اتعلمت مع نفسي سيلف ستادي. ما احنا برضو لازم ندي حته ان في ناس بتقدر ان هي تطور من نفسها. السيلف يعني بياخدوا حته السيلف ستادي ديت ويشتغلوا عليها قوي. فعلا بيقدروا يطوروا من نفسهم.
بس انا دلوقتي مثلا محتاج ان انا اسافر اكمل دراستي، ماشي. محتاج اطلع هجره. والله الجامعه بتاعتي انا هعمل ماسترز او هعمل PhD فطالبين لازم، مني شهاده انجلش. هل انا هروح اجيب شهاده من الكورس اللي انا كنت باخد فيه ده؟ انا كنت لا طبعا. هنا بنخش بقى على اللي احنا بنسميها الانترناشونال سيرتيفيكتس او اللي هي الايه الشهادات الدوليه. طبعا من اشهر الشهادات طبعا عندنا الايلتس وعندنا التوفل وعندنا دلوقتي بقى في PTE وفي OET، ودي حاجه خاصه كده شويه بالدكاتره، ماشي، الدكاتره والتمريض والكلام ده. انواع الشهادات الطبيعي لو هنتكلم على مثلا هنبدا مثلا بالايلتس والPTE، الاثنين دول عشان دول يعني شبه بعض شويه، بيجوا كثلاث انواع شهادات. ماشي. عندي في الايلتس او الPTE جنرال تريننج، ودي شهاده انا باخدها لغرض ثابت، اللي هو انا راجل دلوقتي مسافر هجره لكندا استراليا، تمام، فباخد الايه الجنرال تريننج. تمام. طب انا راجل عايز ادرس او الشغل طالع مثلا شغل محتاج انجلش ليفل، فانا محتاج شهاده معينه تثبت ده. هنا بخش على الاكاديميك، يا اما ايلتس اكاديميك يا اما الPTE اكاديميك. وبرضو على فكره في الPTE زي الايلتس جنرال تريننج بيسموه هناك في الPTE مش جنرال تريننج، بيسموه PTE كور. تمام، ده اسم الشهاده. في شهاده ثالثه اسمها ايلتس او PTE UKVI، جايه من كلمه UK. تمام، ودي شهاده بتكون مخصصه للسفر جوه انجلترا لا اكتر ولا اقل. تمام. بنخش من الناحيه الثانيه عندنا التوفل. طبعا في طبعا عندنا ETS دلوقتي حتى بعد ما عملت التعديلات الرائعه في التوفل وسهلت التوفل عن الاول خالص. على فكره التوفل دلوقتي بقى سهل جدا 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 عن قبل كده. الامتحان دلوقتي ما بقاش ياخد اكتر من ما بيزيدش عن مثلا ساعتين، ممكن ساعتين الا ربع. كان قبل كده 3 و3 ونص، كان الامتحان طويل جدا. الامتحان بيعتمد على الليفل بتاعك، يعني هو بيتارجت الليفل بتاعك. يعني مثلا سي انا الليفل بتاعي B2، الامتحان هياخدني كله B2، مش هيحطني في حته مش هعرف اتعامل فيه. وده اللي هو اللي احنا بنسميه التوفل IBT، وده بيكون طبعا كمبيوترايزد وتقدر برضو تحجزه على الانترنت وتروح تمتحن. عندنا احنا بقى هنا في برضو في مصر في نوع تاني من التوفل، ده بيكون للجامعات. عشان كده حتى جامعه اسكندريه عندنا غيروا او خدوا حاجه شبهه واسمه ابت. تمام، الابت دوت شبه في كليه اداب. في كليه اداب شبه التوفل. كان زمان بيقولوا عليه بيبر بيزد، اسهل قوي يعني. يعني كان بيسموه بيبر بيزد. كان حاجه كده يعني ايه خفيفه شويه عن الانترناشونال زمان اللي هو الIBT. تمام. وطبعا عندنا بقى الOET، وده شبه الايلتس بالظبط، بس ده خاص للدكاتره او القطاع الطبي للسفر بقى لايه لاماكن زي انجلترا برضو كندا استراليا كده يعني. طيب في يعني احنا دايما لما كان حد يروح كورس او حاجه يقول لك انت ليفل 1 ولا 2 ولا 3 ولا جميل السؤال ده. متوقعه على فكره. متوقع السؤال ده كده. شوف دايما بالاخص في الناس بتوع الكول سنتر وكده يقول لك انا طالب B2 B1 حلو. مش عارف ايه. تمام. طب هو ليفل بص ماشي. كان زمان كان الناس بتعتمد على فكره الليفلز، ما كانوش بيعتمدوا على فكره الصفر. احنا عندنا حاجه اسمها الصفر اللي هو المقياس الاوروبي للغه. تمام. ما كانش موجود زمان، او الناس كتيره يعني ما كانوش بيستخدموه. كان يقول لك انا اروح اخد كورس في اي مكان باخد ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 اند سو اون. حتى انا اروح اسال على الكورس اقول لك مثلا انا عايز اخد كورس انجلش هاخد كام ليفل، فتقول له مثلا 15 ليفل 16 ليفل، او في ناس 12 ونص 16 على حسب كل واحد بيقسم بمزاجه. لا دي بتبقى على حسب الماتيريال، على حسب الكتاب اللي انت شغال منه، لان طبعا في كتب كتير احنا بنشتغل منها. لكن الصح لو انت عايز تقيم زي تقييم الانترناشونال سيرتيفيكت، لان طبعا انت لو بتاخد شهاده زي شهاده توفل او ايلتس هو بيطلع لك الصفر بتاعك. تمام، بيطلع لك المستوى بتاعك على المقياس الاوروبي. فدلوقتي بقى الافضل او معظم الاماكن اللي فعلا بتبتدي انها تهتم باللغه بتعمل ايه؟ ببساطه بتعمل ان هو بيحدد المستويات بتاعته
على اساس الستيج. اسمه ستيج مش ليفل. جوه الستيج فيه بقى ليفلز شبه الالماني زي الالماني بالظبط. فانت بتبدا تعمل بليسمنت تيست، بتبتدي تحدد المستوى بتاعك. بيبدا التحديد من اول A1 لغايه C1 بلس و C2. طبعا C2 ده المستوى اللي احنا بنسميه البروفيشنال ليفل، وده حاجه بتبقى عاليه جدا. بس هقول لك حاجه، ان معظم الكورسز اللي بتتقدم في اماكن كتيره التوب بتاعها بيكون C1 او C1 بلس. تمام. في C2 بقى كمان. في C2 ده طبعا ده حاجه تبقى يعني مش يعني ده بيبقى فول ادفانسد، ده احنا بنسميه بروفيشنال ليفل. خلاص بقى انت حد انت حد كويس جدا في اللغه يعني مش هقول برضو نيتيف سبيكر لان مفيش حد هيبقى نيتيف سبيكر، بس بقول ايه you're like a native speaker. انت شبهه كبرونانسيشن بقى وكجرامر وكواي اوف توكينج اند سو اون. لان احنا في الاول وفي الاخر we're not native speakers. احنا مش الناس اللي اتولدنا وعشنا واستخدمنا اللغه هناك. بالظبط تمام. فطبعا المستوى هتلاقي مثلا عندك A1 A2 B1 B2 C1، وطبعا البروفيشنال ليفل C2 بيعتمد على السفر ستاندرد، وده بيكون معيار اوروبي، وده المعيار اللي كله دلوقتي متعرف عليه. طيب قول لي كده كم كلمه مشهورين جدا بس احنا بننطقهم غلط. بص اكتر من حاجه، يعني عايز اكتر من حاجه. يعني هضحكك على فيديو كنت لسه عامله على تيك توك، كنت بتكلم فيه عن جيم. المهم فانا في بدايه الفيديو قلت ترند، فالناس كلها قعدت تضحك. هم مش متعودين ان هم يقولوا ترند، كلهم بيقولوا ترند. تمام. فا اوكي ماشي ترند. كلمه ترند لو هقولها الترند دي اللي احنا بنستخدمه في حياتنا، اللي هو في مصر مثلا. بس مش هو ده النطق الصح. انا عايز النطق الصح الحاجه. هقولها ترند لان هي ببساطه ليها رول. الناس لازم تبقى فاهمه ان ليها رول، ان هنا عندي تي ساوند وراه ار ساوند. التي على طول بتنطق تشا سوفت كده تشا. وعلى فكره مش بس كلمه ترند، انا عمري ما شفت حد بيقول كونتري، يعني حتى تحس انها تقيله. لو انا قلت ماي كونتري، لا هي ماي كونتري. فالتشا ساوند ليه؟ عشان ليها رول. هسمع كونتري وكانتري، لا هي كونتري. فانا لما عملت الفيديو قلت لا قول لي اكتر من حاجه مثلا. ماشي. عندك طبعا هقول لك من الكلمات برضو اللي الناس لا مفيش ترند، مفيش ترند الصح ترند. قول لي حاجه تاني. تمام. طبعا كومنتات احنا عايزين نعمل حط لي كومنتات وبوستات وبتاع. لا هو واعمل لي كوبي. والكوبي لا دي بقى من الحاجات الكتيره. طبعا الناس كلمه كومنت هي كومنت لان مفيش كومنت في الانجليش. مفيش في الانجليش كلمه كومنت، دي مش موجوده. هي كومنت، فهي كومنت. حتى لو انا عايز اخليها بلورال هقول كومنتس، لكن احنا طبعا في مصر بنحاول نمصر الحاجه شويه. بالظبط. وهقول لك على حوار برضو، حوار التمصير ده موجود عندنا في حاجات كتير. ده احنا اتليت احنا بناخدوها من الانجليش او من اي لغه ثانيه ونحطها انجلش خاص بينا. طبعا ايجيبشن انجلش. عندك برضو من الكلمات اللي الناس كتيره ممكن تكون بتتلخبط، او مش هقول بتتلخبط فيها، بس هي متعوده على نطق معين. يقول لك مثلا ريبورت تقرير. يخش يقول لك انا عايز ريبورت، ويقول لك ريبورت وهو مقتنع بيها. لا هي ريبورت. وعلى فكره هي ناون وفيرب، يعني هقولها كناون او كفيرب هي ريبورت. مفيش حاجه اسمها ريبورت. وكوبي. تمام. كوبي هي ممكن نقول كوبي كبريتش اكسنت عشان الاو. هي في فرق بسيط ما بين البريتش والامريكان في حته السي او. ان السي او دايما في الامريكان اكسنت بيقول بيفتح الاو خلاها لكن البريتش بيقولوا او. فمثلا زي كلمه كومنت وكومنت، بس مفيش كومنت. اكيد. فامريكان بيبول يقول لك ايه كومنت، بريتش بيبول يقول لك ايه كومنت. تمام. فدي ناخدوا بالنا منها. طب ايه من اصعب الكلمات نطق في الانجليش اللي تكون عدت عليك انت شخصيا؟ مش كلمة مش أصعب. لا بص هي مش كلمة. أنا ما بعترفش بحاجة اسمها كلمة صعبة في الإنجليش. لا مش صعبة. لا هو عموما أنا ما بعترفش بكلمة صعبة في الإنجليش. نطقها لو حد لسه يعني نطقها يبقى ما هي دي النقطة. ناس هي النقطة محتاجة ممارسة. لأني أنا ليه بقول لك أنا ما بعترفش إن في كلمة صعبة، لأن ببساطة الكلمة انت لو قدرت تقسمها لمقاطع هتبقى هتظبط معاك جدا، هتطلعها صح. ده انت قولها لي على بعضها كده. تمام ماشي. فمثلا عندك كلمة زي extraordinary. مين؟ extraordinary يعني ايه بقى؟ ان احنا في مصر نقول عليها extraordinary.
يعني ايه برضه؟ اللي هو حاجه اكسترا، مش اكسترا يعني فوق الفظيع. انا بقول لك ايه، حاجه اكسبشنال، حاجه مش عارف. بص انا عندي حاجه شبه كده. سيبنا انا اترجم لك. يا ريت والله، عشان انا العربي عندي بتضيع شويه. اقولها لنا تاني معلش. extraordinary. ادينا كمان واحده. تمام. هي برضو في مشكله انه الناس معتمده ان دي كلمتين فيقولوا عليها اكسترا. هي مش كلمتين، هي كلمه واحده، فبينطقوا على كلمه على الباك جراوند بتاعه في كلمه اكسترا. فيقول لك اكسترا اوردينري، لا هو extraordinary. تمام. كلمه زي ناس كتيره يقول لك اتعاون فيقول لك كوبريت. دي بسمعها كتير. مفيش كوبريت دي، هي كوابريت. كوابريت. خد بقى الجامده، ديترماين. مين determine؟ يحدد. هي بقت ديترماين. هي مش ديترماين. ما اكيد هو كله يقول لك عليها ديترماين. ديترماين هو متعود ان ديتر، وعشان في كلمه ماين زي ماين فهي ديترماين. لا هي ديترمين. مفيش حاجه اسمها ديترماين. وعارف برضه من الحاجات اللي بتتقال كتير غلط ايه؟ التجاره، التجاري. خد بقى هنا. تعالى كلمه كوميرس. تمام. ولو هنطقها بريتش كوميرس، COM امريكان كوم، بريتش كوم، عشان نبقى واضحين. يقول لك عايز اخد كوميرشال اكس. لا كوميرشال. هو هنا بقى دي، عارف المشكله في الكلمه دي؟ المشكله في الكلمه دي في حاجه اسمها زي ما قلت قبل كده الاسترس او الضغط على المقطع الصح. لو ضغطت على المقطع الصح هطلع النطق مظبوط. عارف زي ايه؟ عندكم مثلا كلمه اقتصاد، ايكونومي. طب الادجكتيف بتاعها ايكونوميك. مش ايكونوميك. لا ايكونوميك. هم الناس دعوه ده ايكونومي بقى ايكونوميك. لا ايكونومي ايكونوميك. دي برضو من الحاجات اللي الناس بتغلط فيها. ليه؟ عشان هو ما بيحاول. بص انا عندي مبدأ، والمبدأ ده انا بحب اقوله لكل الطلبه بتوعي. قابلت كلمه جديده اوعى تحاول تنطقها، ارجع للقاعده العامه الاساسيه، اسمعها. دايما اول نطق بيلزق في الدماغ. صح، عندك حق. فانا لازم احاول ان انا اسمعها الاول ما دام هي كلمه جديده عليا، وابتدي ان انا اريبيت البرونسيشن وابتدي اكرر وراه. تمام. اللي احنا بنسميه فكره الشادوينج، اللي من افضل السيستمز اللي انت ممكن تمشي عليها فتحطك في حته تانية. هو النبي قنعهم انها مش كارفور. لا هي طبعا لا 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 لا, لا هنا بص احنا هنا لو دخلنا في حته البراند نيمز لا خد بقى كتير. طب ادينا براند يعني مثلا مفيش حاجه اسمها كارفور دي، ما يقولكش كارفور فتيجي تقول له لا كارفور يقول لك انت فلاح. يقول لك انا كارفور. لا هو مش كارفور، هو كارفور لان اصلا كلمه كارفور هي كلمه فرنش اصلا مش انجلش كمان. معناها المول او ستور بيكون على تقاطع طريق. فده معناها اصلا في الفرنش. فهي اسمها كارفور. هنتكلم بقى لو هنتكلم على البراندز. كلمه زي كلمه اديداس مش اديداس. طب ما اديداس حلو. اوكي عندنا في مش مصر مهم اقول لك اديداس، انت عارف اديداس. بس هي النقطه برضو اللي انا بقول للناس حاولوا بقدر الامكان، مش بقول انا مش برغمك برضو ان انت تقولها، انا بس عشان لما تسمعها ما تستغربهاش. فهي ده النطق بتاعها بره. يعني مثلا هقول لك صاحبي انا رايح اجيب حاجه من اديداس هيتريق عليك. يعني ما مش كده، بس عادي. اقول لك حاجه، زمان لما كنت يعني بحاول ان انا، يعني مش هقول ان انا بحاول ان انا الصح بس الناس هتتريق. لا في حاجات بتبقى اللي هو زي انت قلت بنمصرها. يعني مثلا انا مره كنت بقول لصاحبي انا بدور على جراج، عيش عيشه اهلك. قال لي كده عيش عيشه اهلك، عشان قلت جراج ما قلتش ايه؟ ما قلتش جراج. ما ماله جراج؟ ما هو ماله جراج؟ انت صعب علينا ليه؟ فاهمني؟ لا قول لي كده براندات. فمثلا احنا بننطقها او النطق الصح. مش لازم براندات. هقول لك حته بسيطه، احنا في اسكندريه هنا كلمه زي فيكتوريا. احنا بنقولها ايه؟ فيكتوريا او لا ما اعرفش. او فاكتوريا. هي صح ايه بقى؟ فيكتوريا عشان ده نيم. ده نيم فيكتوريا. واحد راح مثلا يوقف مشروع يقول له بليز. لا مش هقول له بليز يعني فيكتوريا. يعني حصلت لي مره كنت في مشروع فقلت له فيكتوريا لو سمحت، انا لقيت الناس كلها تتفرج عليا. طبعا. فمن يومين اتعودت ان انا اشاور بالجنيه ولا بالدولار. ان انا اشاور. لا براندات يعني براندز مثلا هقول لك مثلا زي مرسيدس في العربيات. تمام مش مرسيدس. في ناس كتيره هيونداي. تمام مش هيونداي. هيونداي عشان دي اصلا مش انجلش برضو، دي كلمه ياباني او اي ثينك كوري، مش ام نوت شور يعني. تمام. طبعا في البراندز هقول لك مثلا من البراندات المشهوره عندنا وهو براند مصري. الناس كله بيقول لك انا عايز اكل برجر من هولمز.
هو ما اسموش هولمز اصلا، لو هنتكلم على الكلمه بنقول الصح هي مش هولمز، هي هومز، ال اصلا مش موجوده اصلا. هومز. ايوه احنا فاتنا كتير هي هومز مش هولمز خالص. تمام. فلا في كلمات كتيره احنا متعودين عليها. طب اقول لك حاجه، هنيجي نخش مثلا في حاجه تكنيكال شويه في العربيات. الدريبوكس. لا هو دي هو الدريبوكس مش هينفع تروح لميكانيكي لا هو انت تقول له الدريبوكس اكيد، تقول له حاجه ثانيه. هو جير بوكس. هو جير بوكس. تمام. ده من الحاجات برضو المشهوره جدا في الاستخدام المصري للانجلش. طب قول لي احنا بنمصر الانجليش في ايه مثلا؟ لا في حاجات كتيره مثلا يعني هتلاقي مثلا في اسماء العربيات، في قطع العربيات كلها زي كتاوت. هي كار اوت اصلا. مش كتاوت. كار اوت. كات اوت. كات اوت. تمام. هتلاقي مثلا في حياتنا مثلا، لو احنا مثلا بنتكلم في ايه يعني، في اسماء بقى يعني، هنقول في اسماء حاجات في حياتنا، اسماء مدن، اسماء اشخاص. تمام. حتى لما بتيجي تنطق اسم شخص بالانجلش فتلاقي مثلا، كنت لسه بتكلم في النقطه دي، فانا كنت كاتب اسم احنا بنقول علي، احنا متعودين علي. تمام. فانا قلت علي، فالناس ابتدت تستغرب يعني هو ايه علي ده؟ يعني هو علي، هو بالعربي علي، هو علي. الله ينور عليك. في الاصل، ففي الاصل هي علي، بس هم عشان ما عندهمش العاء فمنتهى تبقى علي. هي بس احنا عشان متعودين على علي. دي نقطة. النقطة التانية، لو انت بتتكلم في مثلا نقول اسم زي كلمة لما بيلاقوا فيها مثلا حاجة زي دبل ال، زي مثلا امبريلا، هو بيقول لك امبريلا. لا هو امبريلا عشان هو الدبل ال هنا مش تو ساوندز، هو ساوند واحد. فهو متعود عليها في مصر بالشكل ده، لو هيقولها كده هيقولها كده. تمام. اسماء كتيره بتتغير من العربي للانجلش. اسماء الانبياء في اسماء كتير بتتغير، زي نوح، موسى. تمام. موسى. الادن، علاء الدين، الادن. سندريلا مش سندريلا خالص يعني. طب حاجه بقى، انا دلوقتي عايز اتفرج مثلا على فيلم، او عايز اسمع اغاني تقوي لي الانجليش بتاعي. جميل. سؤال رائع. اسامي فيلمين؟ لا سؤال رائع، بس انا عايز اقف معاك في نقطتين. طيب تمام. الكتب، الافلام، الاغاني دي احنا بنسميها entertainment sources او مصادر ترفيهيه. ايوه اوكي انا معاك، مش مصادر تعليميه. لا انا مش هتعلم منه. لا ما انا بتكلم عشان الناس كتيره بيبقى عندها المبدا دوت. فيروح تلاقي واحد مثلا بياخد كورس انجلش، اول ما ياخد الكورس يروح نازل شاري كتاب انجلش عشان اتعلم. بيتقفل من الدنيا. فهمت. هو ده لا، هو انت مثلا لو ماسك كتاب عربي، قصه بالعربي، انت ممكن تلاقي فيها كلمات بالعربي انت مش عارفها. فهو ده انا مش واخده عشان اتعلم منه، انا واخده عشان اتبسط. او بمعنى تاني انت خلاص عايز ابتديت اخد معاك، احضر معاك، ابتديت اسمع منك. طب انا عايز احسن مثلا فكره ان انا ببقى بسمع احسن الكلام ده، فهسمع بقى اغنيه، هسمع فيلم. هقول لك بس حاجه تبقى يعني ايه، يعني انا مثلا بحب مسلسل اسمه فريندز. طبعا ده من المسلسلات الجميله في التعليم. ليه؟ لان هو بسيط ولذيذ. ايوه. وسيت كوم خفيف كده، فتلاقي الدنيا ايه بيتكلموا بالراحه، انت ممكن تتفرج على مسلسل فريندز. عايز تاخد مثلا افلام تتعلم منها لانجويج، خد انيميشن. وما تقولش وما تتكبرش تقول انا لسه عيل صغير والكلام ده. لا خد انيميشن زي في فيلم اسمه انسايد اوت. الفيلم ده رائع، تطلع منه ايديومز اللي هي التعبيرات، وفوكاب، وتسمع بروبر برونانسيشن جميل كده والناس بتتكلم حلو. قول اسمه تاني معلش. تمام. انسايد اوت. ماشي. تمام. يبقى عندي مثلا ممكن اخد فريندز، اخد انسايد اوت. تمام. دول كفيلم ومسلسل يظبطوا لي الدنيا. تمام. عايز اسمع اغاني، يبقى خلينا في البوب ميوزك، ولا راب ولا يعني بوب ميوزك. اخدها اطلع منها فوكاب وكده. بس لازم برضو اعرف الناس حاجه، ان في الاغاني انا ممكن الاقي ان انا بسمع اغنيه او جايب الليركس او كلمات الاغنيه، فلاقي في الاغنيه ان هو لا مش اكسبريشن، الجرامر الطبيعي مش ده الصح، او عامله بشكل غلط. ليه بقى؟ دي بتخدم ظروف الاغنيه. فهمت. تمام. يعني اديك مثال مثلا ببراند مشهور، يعني الناس عارفينه، ماكدونالدز. ليه سلوجن I'm loving it
صح. انا لو رجعت كستراكشر وجرامر كلمه لافينج غلط، كلمه لافينج ما بتاخدش اي ان جي. طب هو عاملها ليه؟ دي بيسموها مسمع وتسمع حلوه. لا مش الناس اسمها حلوه، دي هم بيسموها ادفرتايزمنت تكنيك. هو عامل حاجه مش مألوفه عشان يجذب الانتباه. نفس الكلام في الاغاني. الاغاني انا ممكن الاقيه كاسر البرونسيشن او الجرامر عشان يمشي مع الايه، مع الحاجه اسمها الريذم والرايم اللي هو السجع والقافيه بتاعت الاغنيه. فانا من وجهه نظري لو انا عايز اتعلم صح هعمل شادوينج لحاجات بسيطه زي، بس مش هاخد الفيلم كله. ايوه هاخد سين، هاخد حاجه. بس انا بفضل حاجه تانية، ان انا اسمع نمبر 1 توك شوز. التوك شو هي الناس بتتكلم على طبيعتها. تمام. التوك شو في الانجليش الناس تبقى قاعده، وتوك شوز كتير افتح اي توك شو على يوتيوب اتفرج، واحد محاور وجايب ضيف وبيتكلم معاه، اللي هو هسمع اللي هو الريجولار كونفرسيشن. اتفرج على بودكاست بالانجلش مثلا، بودكاست حاجه مدتها صغيره تسمع الناس. اهم حاجه تسمع الناس بتتكلم بطبيعي، فيها تنوع، سياسه، اقتصاد، رياضه، فن، مش عارف. ونقطه تانية، دايما انت اعتمد على الحاجه اللي ملهاش سكريبت. السكريبت بيكون متحضر ومظبوط وبتطلع حاجات معينه وعايزين يتارجتوا حاجه معينه، زي الافلام. زي ما قاعدين اهو ارتجالي بنتكلم، انت بتسالني سؤال فانا برد عليك على طول. نفس الكلام بودكاست، توك شو. عارف انت بقى في حاجه اسمها conversations. اخد ناس بتتكلم في مواقف، اطلع منها فوكاب واكسبريشنز. وانا كنت عامل فيديو على الموضوع دوت في ويب سايت، ينفع اقوله؟ في ويب سايت رائع اسمه esl-lab.com. الويب سايت ده من اروع الويب سايتس في حته الديلي كونفرسيشن في ديفرنت توبكس، في مواضيع مختلفه كتيره جدا، تقدر تطلع منها فوكاب وايديومز وتسمع ناس بيتكلموا انجلش. ماشي، قول للشباب تاني كده. تمام. اسمه esl-lab.com. تاني esl-lab.com. هعمله esl-lab.com. لاب من كلمه لابوراتوري اللي هي المعمل. لما تخش على esl-lab.com هتلاقي جوه متقسم لليفلز. اول حاجه عندي ايزي، انترميديت، وفي الاخر عندي ديفيكولت. جوه هلاقي عندي توبكس. التوبكس دي ديلي لايف توبكس موجوده في حياتنا. زي ما قلت مثلا 2 داخلين بيشتروا مثلا حاجه في كمبيوتر ستور. ايه الكونفرسيشن اللي هتحصل جوه؟ حلو جدا. عندك مثلا اب وبنته بيتكلموا بعد المدرسه، دي بيعملوها في شكل فيديوز ولا كونفرسيشنز بس اوديو كونفرسيشن؟ اوكي. وحلاوتها بقى عليها كويستشنز عشان تتشيك الاندرستاندينج، شوف انت فاهم ولا لا. حلو جدا جدا. الاجمل بقى بيديك بقى كده السكريبت اللي هو اتعمل فيه ليه بقى؟ عشان اخش على فكره الشادوينج وابتدي ان انا اكرر وراه لغايه ما الدنيا تظبط معايا في البرونسيشن. فده من الحاجات الرائعه جدا، وده اللي انا بفضله بصراحه. طيب ايه رايك ان احنا نعمل كمان حلقه مثلا او كمان حلقتين نتكلم فيها شرح انجلش بس؟ مفيش مشكله. تشرح يعني شرح لسن معين او حاجه معينه، مفيش اي مشكله، انا معاك. شوف انت محتاج ايه والناس محتاجه ايه، وخليهم برضو يكتبوا في الكومنتس. بس بقى يعني خليهم يكتبوا في الكومنتس وما نفسهم يتعلموا في الكومنتات. انت والله العظيم شرفتنا جدا جدا جدا. حبيبي انا مبسوط بالقعده معاك. وانا جدا اصلا بكل الكلام ده والله يعني. وانا مبسوط بالقعده معاك، وانا جدا انا عايز افيد الناس والله. هي دي وانا عايز الناس تستفيد منك، لان عارف اللي عندك ايه، وعارف ما شاء الله يعني قوه المعلومات اللي عندك. تسلم لي. وعايزين نفضل للناس. وانا معاك. خلي الناس تكتب في الكومنتس اي حاجه هم عايزين يتعلموها في الكومنتات. ماشي في الكومنتات. بص انت مش انجليزي، انا هبوظ لك اللي فاحنا نعمل مع بعض دوت، يكتبوا اللي هم عايزينه، وعايزين لو عايزين يتعلموها بشكل فاني كده لذيذ وياخدوها حتى ايه، انا بعتبرها تبقى ايه، عارف انت اون ذا جو، معلومه في السريع. ايوه بالظبط. تمام. او ممكن في ايديوم جميل اون ذا فلاي، يعني في السريع. اعلى من اون ذا فلاي يعني في السريع. ماشي تمام. انا انت نورتنا والله. وانا جدا اتبسطت ان انا كنت جدا معاك. جدا بالقعده معاك. تسلم لي. شكرا جدا. شكرا.